اللهم صل وسلم وبارك على افضل خلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده هعمل معاكم الصابون بالسيليكات. طبعا هفكركم ان انا مش عامله المواعين، انا عامله الصابون السائل للبرسيل جيل اللي احنا بنعملوه بالصابون البلدي. فانا المره اللي فاتت عملت غلطه والفيديوهين هينزلوا ورا بعض عشان تعرفوا الغلطه اللي عملتها، فانا النهارده قلت ايه اعمل لكم الغلطه دي، اصلحها معاكم واعرفكم انا غلطت في ايه. وان شاء الله مش هنعملها يعني نكرر تاني الخطأ بتاعنا. انا معايا هنا 895 جرام، انا هعمل لتر واحد. 895 جرام ميه. اللتر هنخصمه منه حق مجموع الخامات عاملين 105 جرام، يبقى الميه فاضل ايه 895. خدت منهم ميه عشان اقلب فيهم السيليكات بره، والباقي دوت طبعا 895 هتاخدي منهم ربعهم نصهم بره، كده كده هيضافوا تاني. هنا معايا 5 جرام تايلوز. تايلوز ده عشان تغليظ القوام، فاحنا طبعا لازم تكون انت بتقلبي كويس والميه يبقى فيها دوامه عشان خاطر التايلوز يعني ايه ما يعملش كلكع معاكي. فطبعا بما اني بصور لوحدي وبعمل، فانا بحاول بقدر الامكان ايه اشتغل بسرعه. انا كده خلاص قلبتهم بره، قلبتهم كويس اقصد، فخلاص تمام. هنا المفروض الخطوه اللي بعد كده، انا المره اللي فاتت حطيت السلفونيك قبل الملح، فالمفروض لا، الملح الاول. انا هنا معايا الميه خلاص قلبت فيها التايلوز، المفروض انا معايا حبه ميه هم مقلبه فيهم الملح اهو. الملح المفروض 15 جرام، عشان تبقى الدنيا امان انت هتدوبي ال 15 جرام بس، مش هننزلوا بيهم كلهم خلاص عشان القوام. ما انا هوريكم برضو، بصوا لما ان شاء الله هوريكم القوام التقيل خالص بال 15 جرام ملح. واللي بعد كده اللي انا حطيت فيه الملح بعد السلفونيك عامل زي خطوط بيضة كده، هو هيفك بس ايه بعد يعني مثلا قولي لما يقعد شويه في قلب المنتج بتاعك. هنا بقى لا، انا هنزل حبه صغيرين بس كده تمام، ولو احتجت تاني ابقى احط، بس اشوف القوام بعد كده على اساس ما يتقلش مني خالص، لانه كان غليظ بشكل وحش قوي، ما كانش عاجبني يعني الغلازه التقيله قوي اللي هو كان موجود فيه. عايزه تحطي 5 جرام بس وتستكفي تمام. هو كده كده السيليكات اصلا تحس ان هو تقيل في حد ذاته، ما بالك بقى لما تحطي له ملح. فاحنا هنستكفي بال5 جرام في الاول وتسيبي الباقي على جنب. ما اشتغلش. بسم الله الرحمن الرحيم. نحطه هنا بقى عشان نحط السلفونيك كده، دي الخطوات الصح تمام. كده انا صفرت الميزان، عايزين 35 جرام سلفونيك. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم يبقى عندك ميزان عشان الجرامات دي. طب انا بحط واحده واحده عشان خاطر ايه مبقاش محتاجين نظبطوا بقى البي اتش وطالعين نازلين نحط الصودا نحط سلفونيك ونحط مش عارف ايه، لا هي كده هتبقى تمام وهيطلع معاكي مظبوط بس كده. اقلبه كويس. طبعا انا بقفل معاكي واقلب كويس عشان خاطر الصوت ما يعملكيش اي ازعاج. بصي القوام بقى عامل ازاي من غير ما احط السيليكات، عشان كده قلتلك ما تحطيش الملح كله. عايزه توزني 5 جرام من البدايه تمام، عايزه تعملي ال15 وتقلبيهم وتحطي حبه في حبه اوكي. بصي ما انا حطيتهمش كلهم. هنا بقى السيليكات، هنا معايا بقيه الميه اللي انا كنت حطاها على جنب، هحطها كده عشان اوزن السيليكات. اصفر الميزان برضو محتاجه 35 جرام. بسم الله الرحمن الرحيم. زاد مني، هحاول اشيله، هو تقيل هحاول اشيله بسرعه قبل ما يدوب في الميه. بصوا لحقت اهو الحمد لله، عشان تقيل فما كده انا كمان يعني ناقص جرام، هحاول اظبطه او بلاش منه مفيش مشكله، هو جرام مش هيحصل حاجه. بس اهو خلي بالكم بقى من النقطه دي، عشان طبعا انا سرحت ومخدتش بالي. 34 جرام اهو، واحنا المفروض عايزين 35. خلاص زي ما قلت لكم، خلاص انا حطيت 34 بالظبط والمفروض 35.
الحمد لله الوضع تحت السيطرة، لحقناه. بس هو بص ما خدش وقت في الذوبان. انا عايزه اقول لكم صح بالمناسبه ان انا كنت بقول لكم هو ليه ضرر للمواعين. انا افتكرت ان هم بيعملوا العجينه بتاعه الغسيل الابيض من السيليكات، عشان هو ماده لزجه قوي، فهم بيعملوا منه، يعني ما فيهوش اي ضرر على الغسيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده انا نزلت عليه، هقلبه كويس. طبعا لازم كل حاجه تعمليها وتقلبيها كويس. اهو قلبته كويس. بصوا قوامه ما شاء الله طلع حلو قوي، يعني انت اللي حطيتيه ملح قوامه هيبقى لازق بشكل بشع. انا هوريكي برضو، انا عندي حبه فاضلين من المره الاولانيه خالص. احط اللون بقى، اعمله النهارده بلون مختلف. كده كده اللون ما بيعملش معانا حاجه، بس عشان التصوير انا بحب الحاجه على فكره تبقى شفافه من غير الوان، بس بما اننا بنصور فشكل الالوان في التصوير بيبقى احلى، لكن انا في طبيعتي انا بحب الحاجه الشفافه جدا. طبعا هنحط اللون لحد ما يظبط معانا. ده لون موف، بتشتري الالوان من عند العطار، من عند بتاع المنظفات، اسفه. خلاص ظبطت اللون. بصوا بقى لازق شويه زياده، يعني تخيل لو انا حطيت ال15 جرام ملح كان هيبقى عامل ازاي. وممكن برضو مع لما يرتاح شويه ومع الوقت ممكن يظبط. انا هوريهولكوا بكره ان شاء الله لما يظبط. حبيت اوريلكوا برضو الصابون اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو لما حطيت ال15 جرام ملح. ده اللي انا لسه عاملاه معاكم، اللي انا ما حطيتش ال15 جرام ملح. بصوا بقى لما حطيت ال15 جرام ملح في اول مره اللزوجه بتاعته عامله ازاي. بصوا بصوا تقيل جدا جدا جدا، شايفين؟ بتحس انه بيقطع من كتر التقل. لكن اللي انا عاملاه امبارح وانا حطيت الملح قبل السلفونيك زي ما انتوا شايفين كده، تحس ان الملح عامل خطوط. هو ما يعتبرش امبارح، انا عملته في نفس الوقت اللي انا عملت فيه، يعني انا عملت ده الاول وبعد كده رحت لما لقيت عملت الغلطه دي قلت عشان برضو انا مصوره الفيديو ما ينفعش ان انا اوقعكم في الخطأ ده، فانا عملت التاني ده على طول. فيعتبر ايه ده لما هيقعد ان شاء الله هيفك. انا هوريلكم برضو مع اللي انا لسه عاملاه اللي هو لونت الموف، لما ده الخطوط دي تروح اللي هي بتاعت الملح، والتاني ده يبقى ايه يقعد كده عشان نشوفوا اللزوجه بتاعته هيفضل على وضعه ولا هيخف شويه مع يعني لما يرتاح هنشوف.